السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله السلسلة دي هعلمك فيها إزاي تأسس عنبر منزلي لنفسك. طبعا أول حاجة بعد ما بتجيب البطارية بتعملها عند الحداد طبعا عشان توفر في تكلفتها. هنبدأ نركب لها خط النبل. طبعا نظام خط النبل اللي عندنا خراطيم. الخرطوم بينزل من هنا على أول ماسورة النبل. خرطوم بيجي من الجردل على أول ماسورة النبل، بيمشي لاخر الماسوره، بيجي خرطوم من الاخر خالص. تعال اوريكم، مش هثبت التليفون اهو. الخرطوم زي ما قلنا ايه، بيجي من هنا كده. خرطوم بيجي من الجردل، بينزل على ايه، على ماسوره النبل، بيمشي معانا للاخر اهو، لاخر البطاريه. بيكون في الاخر كوع، الكوع ده بيكون وشه لتحت. وشه اهو، الكوع وشه لتحت. بناخد خرطوم منه، ننزل للخط الثاني. الكوع اللي في الخط الثاني بيكون وشه لفوق، بيمشي معانا لاخر الماسوره، للاخر خالص. من الاخر اهو، تعال الله يتعب يا عم عشان اهو. نيجي البطاريه الناحيه الثانيه، استلم الكوع بقى وشه ايه لتحت، يسلم للدور الاخير. الدور الاخير الكوع بيكون وشه لفوق، وش الكوع لفوق، بيسلم للاخر خالص. وبنعمل طبابه. طبابه دي ايه؟ انا عاملها نظام خرطوم، خرطوم مسيحه من هنا اهو، شايفين بيسيحه من هنا وقافله، وبيركب هنا خرطوم ثلاث ارباع، بيركب على الكوع ده. الكوع ده نص بوصه، الفتحه بتاعته بتكون نص بوصه، بيجي عند محلات مستلزمات المزارع، وفي منها عند باشمهندس مصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن تعمل بدل الكوع ده، تركب محبس، اسمه محبس نهايه خط، برضه موجود عند باشمهندس مصطفى. ده لو هتفضي الميه بتفتح المحبس يفضي لك الميه. انا عاملها خرطوم. ما عنديش وقت اقطع واركب محبس، فانا كده كده بتعامل عادي يعني، فالافضل انك تعملها محبس طبعا. نظام الخراطيم ده للناس اللي شغاله ادراج. انا دلوقتي هجدد في العنبر وهعمل سير سبله، فطبعا سير السبله مش هيكون نظام خراطيم. لان سير السبله طبعا المكنه بتركب هنا وبتركب هنا. هنا طبعا الخرطوم هيكون معاكس، فبيكون نظام ماسوره سباكه زي كده اهي. ماسوره اسمها ماسوره حار، لحام حار. بقى ان انا اقصقص مكان سير السبله، لان سير السبله بيركب هنا مكان ادراج السبله، فهبدا اقصقص كل الكلام ده واثبت الشبك في الحديده دي وفي الجوانب بافزان. وهنا هقطع كل الكلام ده اللي هو هسلك لمكان سير السبله، واحده واحده معايا هقطعها. وبعد ما اخلص وانا بعمل ماسوره السباكه ممكن تعمل الموضوع ده في نظام الادراج عادي يعني، هيكون اوفر واسهل في التعامل، لان كل دور هيكون ليه محبس. كلام جميل وكلام جديد وكلام نظيف. الشغل يبقى على نظيف اللي جاي باذن الله. لحظه، احنا كده قفلنا الدور وسيبنا اللي هو مكان سير السبله. كانت الاول مقفوله كلها لان الخراطيم كانت نازله ايه، بتسلم بعضها. كده احنا قفلنا كل الخراطيم، كل الادوار. سيبنا مكان دور السبله عشان هيجي ماسوره بالطول، هنشرح لحضراتكم ازاي اهو، شايفين؟ وتحت كذلك الامر. هعمل الناحيه التانيه وارجع لكم. هنا يا حضرات احنا خلصنا البطارية من ورا، قطعنا كل الأماكن اللي هي بتاعت سير السبلة. هنبدأ بقى نجيب الماسورة بتاعتنا، نقطع منها 3 حتت 15 سنتي. ليه 15 سنتي؟ خليكم معايا وأنا أقول لكم دلوقتي. علمنا العلامة أهو على 15 سنتي. قسنا 15 سنتي وقطعنا بأي صفيحة منشار الماسورة، يعني خفيفة وضعيفة خالص، يعني مش مستاهلة صاروخ ولا أي حاجة، هي صفيحة منشار عادية يعني. ناخد العلامة ونثبت كويس، خلي بالك عشان الماسورة ما تشطرش منك زي ما شطرت مني. خدنا اهو، نحط بقى الحتة اللي احنا قطعناها دي ونقيس عليها، نشد بالمنشار كده لحد ما نقيس 3 حتت. دي تاني حتة. خدنا على أول حتة بس بنقيسها بمتر، وبعد كده الحتة اللي بتقطع بناخد عليها علامة لحد ما نقطع 3 حتت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلت لحد هنا صلى على النبي في الكومنتات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ناخد اخر علم معانا، نشد علم بالصفيحة المنشار كده ونبدأ نقطع اخر حتة معانا. وظيفة الحتت دي احنا بنطول، طبعا احنا هنقطع من مواسير النبل، الكيعان
فهنطول خطوط النبل 15 سنتي، بحيث ان في 5 سنتي يدخلوا من الماسورة جوه ماسورة النبل، و5 سنتي تاني ولا 3 سنتي يدخلوا جوه الكوع. فبيكون في زي نظام ايه يعني 5 سنتي كده، ايه تطويلة يعني، تبقى حاجة اريح ليك، بحيث ان انت هتقطع 5 سنتي من قدام ومن ورا، فبتكون تطويلة. ده لحام بارد. اللحام البارد ده ما ينفعش تجيب اللحام الحار، لان انت شغلك هيكون في حاجات ربطة كتير، يعني محتاج انت حاجة تاخد وقت على ما تجف، لان زي ما هتشوفوا في الفيديو حاجات شغل ربط كتير هيقابلنا. فهنا جبنا اول كوع. في معانا بنحتاج لبطارية كوع وتي وكوع، وده محبس، محبس ادوار. المحبس ده اللي بيفصل لي المية من الدور الاول للدور التاني للدور التالت، عشان ما يكونش فيه هدر ادوية وهدر مية. بنبدأ نفتح الكلة الباردة بتاعتنا. الكلة دي يا جماعة شركة الشريف، حاجة محترمة. بنلف على الماسورة كده داير ما يدور. دي أول ماسورة اللي هي طولها 15 سنتي. بنغرقها كده بتاع ده كل لحام بارد، اسمه لحام بارد. ما تجيبش الحار، لأن الحار عايز شغل صنايعي وعايز شغل سرعة، عايز شغل حد متقن. فده انسب، خصوصا لان الشغل ده كمان ربط، مش شغل سرعة خالص. مش محتاجين فيه السرعة، محتاجين فيه الهدوء والرسيان. بنبدأ نحط اللحام البارد في الكوع برضو زي كده، بحيث ان ايه بتعمل مثلا نص ملي باللحام ونص ملي فوق الماسورة، بيديك مثلا ملي. لما تيجي تدخل الماسورة تلاقي نفسك ايه، مفيش اي منفس هوا، لان لو في منفس هوا هيسرب معاك ميه. نلف الماسوره كده بالراحه، ما تتعفاش عليها، لفها كده وخد ودي فيها يمين وشمال وفوق وتحت لحد ما الماسوره تدخل وتتاكد ان هي دخلت معاك. على الاقل خالص لو دخلت سنتي مش هيزعلك في حاجه. مع اللحام هتمسك مش هتسرب معانا ميه. ودي كده اول حته معانا اللي هي كوع بماسوره 15 سنتي. دي بتيجي مثلا من الدور اللي فوق خالص، بتركب في الدور اللي فوق خالص، ويكون وشها لتحت، بيكون وش كوع لتحت عشان ناخد منه وصلة لحرف التي اللي في النص كده. شايفين اللحام شغل على النظافة، يعني ميكونش فيه أي منفس هوا، لأن منفس الهوا هيخرج مية. ده وش الكوع ده الماسورة بتركب بيكون وشها لتحت. الكوع بيكون وشه لتحت بيسلم لحرف التي، وحرف التي بيسلم للدور الأخير خالص. الدور الأخير خالص بيكون ليه كوع، والكوع بيكون وشه لفوق عشان ما تتهوش معايا. واحدة واحدة. طبعا انا هنا بمسح التراب اللي في الكوع واللي في المواسير عشان ما يعمليش طبقة عزل بين اللحام والماسورة، ويرجع يفصل معايا ويسرب معايا هوا. دي نقطة مهمة جدا كانت بتقابلني كتير، مشاكل حصلت لي بسبب الموضوع ده. تركاية بسيطة هتفرق معاك. نغرق تاني ماسورة معانا، ودي اللي هيركب فيها حرف التي. حرف التي يركب من النص اهو. نجيب حرف التي. مش هينفع تركب طبعا، انا غلطت، بس ما ادركت الخطأ بسرعة يعني. كنت هركب حرف ال تي منين، المفروض من النص زي كده، بس انا الحمد لله ادركت الخطأ. يعني المفروض اهو ندهن كده من النص ونركب الماسورة في النص. فخلي بالك، انا هنا ادركت الخطأ بسرعة. تركب بقى حرف التي طبعا بحرص كده بسلاسة. المواسير دي محترمة لأن مقاسها دايما بيكون ضيق، فصعب تسرب مية لو انت اديت لها كله بشكل كفاية، يعني بشكل كافي. كده احنا ركبنا حرف التي في الماسورة. لو حاسس ان هي مدخلتش كويس ممكن تضغط عليها على الارض كده، تديها دقة بسيطة بحيث ان هي تخش ايه شحط. كده احنا خدنا كوع وخدنا حرف تي. قرر بقى الماسورة كده من فوق كله، مش هيزعلك في حاجة. كل ما تبخلش عليها كل ما يكون الموضوع احسن ليك، يعني عشان ما تتعبش. بعد كده اهو شايفين حرف الكوع اهو، اللي هو هيكون وشه لتحت، هيسلم لحرف التي وهيطلع ماسوره من حرف التي، هتنزل الدور اللي تحت خالص عشان ما تتوهش معايا. كملوا الفيديو للاخر اهو. ده كده اخر كوع معانا اللي هيكون وشه لتحت. ننضف التراب عشان ما يعملش طبقة عزل ويفك معانا بعد كده اللحام ويسرب ميه. ندي دهان اهو. انا برجع اعيد على كل الخطوات تاني عشان محدش يتوه مني، عشان محدش يعني المعلومة تكون اتثبتت في دماغك اهو. ندي اللحام بتاعنا. فايدة بقى اللحام البارد ان بيديك مساحة تدهن براحتك، تتكلم بقى،
على ما تقفل اللحام. كمان مش هنا الشغل، يعني هنا ممكن تشتغل باللحام حار عادي، لكن في اخر الفيديو هتلاقي ان في شغل محتاج لحام بارد، لان هتشوفه عشان بس ما نتوهكوش. ندي لحام بارد ونبدأ ندخل الماسورة في آخر كوع معانا. لو وصلت لحد هنا برضو صلي على النبي تاني مرة صلى الله عليه وسلم، واكتب جنبها 2 عشان ابقى اميز الناس اللي بتتابع تفاصيل الفيديو. وطبعا كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دي فايدة ليك، وفايدة ليه انك تكتبها لي في كومنت وانك تقولها. فمش عايز تفيدني في الكومنت قولها في سرك واديني حسنات يا عم، مش عايز مش عايز تفاعل على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كده احنا خلصنا الحته الاخيره. نضغط عليها في الارض كده لو حسينا ان هي ما دخلتش، نخبط خبطه كده بسيطه بحرص عشان الماسوره دي ضعيفه يا جماعه. ونبدا نغرقها من فوق بزيادات كده، يعني بحيث ان احنا نعمل طبقه عزل قويه. كده احنا خلصنا 3 مواسير. طبعا اللحام ده بيجف في خلال ربع ساعه. في خلال ما هيجف هعمل كوبايه شاي جميله كده على ما تجف براحتها اهو. شايفين ده كوع بيسلم للتي، والتي بيسلم للكوع الاخير. الكوع ده وشه لتحت والكوع الاخير وشه لفوق، والتي بيسلم من ده لده. والمحبس هيكون ما بين التي والكوع في الدور اللي فوق وفي الدور اللي تحت. برضو خليكوا واحده واحده عشان ما تتوهوش مننا، والموضوع يكون لذيذ كده، يعني ما يكونش فيه اي لخفه او اي لخبطه. طبعا الكعان دي احنا هنقصها. شايفين الكوع ده هيتقص، كل الكعان كل الشغل القديم ده هيتقص. ده الكوع الوش اللي تحت نقطعه كده بصفيحة المنشار، برضو مش محتاج ولا صاروخ ولا يحزنون، ممكن بايدك كده. لكن هنا اتكسر معايا كعان ضعيف يا جماعة، فبتقطع بصفيحة المنشار الكعان اللي ضعيفة والمواسير اللي ضعيفة، عشان محدش يتغش في صحتي يعني. ربنا يدي الصحة للجميع. تقطع الماسورة كده بحرص برضو. هننفذ اللي طبقناه هنا، هنقطع كل الكعان في كل الادوار. اهو شايفين هنا احنا كده قطعنا الكوع بتاعنا. هننفذ في كل قطعنا كده كل المواسير. هنيجي بقى عند الماسور اللي هنلحمها. طبعا الخط كان مكانه ميه، فلازم تصفي الميه منه الاول، وعشان تتاكد ان مفيش ميه ترفع الماسوره كده فوق حاجه بحيث ان الميه ترجع لورا، وتتاكد ان هنا مفيش ميه. ده مشاكل قابلتني كتير وحليتها. بعد كده تجيب قماشه زي كده تدخلها في المكان ده، تنشفه كويس. لو في اي رواسب في اي حاجه ممكن تعمل طبقه عزل بين اللحام وبين الماسوره، ترجع تفك منك وتسرب منك ميه. كل دي خطوات مهمه. اهي قماشه اهي تدخل جوه الماسوره زي 10 سم كده. ننضف بقى اي راسب، اي في الميه بتعمل حاجه زي مياطه كده بتميط الماسوره، دي بتكون طبقه عزل. فبنرفع الماسوره بنفضيها كويس من الميه ونرفعها كده بحيث لو في ميه ترجع لورا، ونبتدي ننضف زي 10 سم كده اللي هي الايه، هيدخل مثلا منها 5 سم من الماسوره بتاعتنا باللحام بالكل قصدي بالتeflon. نلف تeflon على الماسوره او لا، التeflon ده يعني للضروره بس. اللهم صل على سيدنا محمد. فلازم ننضف الماسوره من المياطه او اي رواسب اللي ممكن تعمل طبقه عزل تخلي الماسوره تفك او تسرب ميه. يلا خليكم معانا ننضف الاول. كده انا نضفت الماسوره، بقيت ادخل صباعي كده مفيش اي طبقه، يعني الماسوره من هنا زي من هنا كده الملمس واحد. الاول كان فينا نظام طبقه كده، طبقه عزل كده، حاجه مميطه من بسبب الميه والميه متخزنه وكده. الوقت كده الماسوره ما فيهاش اي حاجه كده، جاهزه معايا على الشغل. طبعا الماسوره المدوره بتاعتنا هتدخل زي في المربعه، واصلا انتوا شايفين التخانه واحده، يعني هي مش هتدخل. فبنقوم نولع ولعه وبنسيح ببوتاجاز بقى او بلمبه او باي حاجه، بنسيح دي بالراحه كده. بص انا هثبت الكاميرا عليها، مش هركبها الاول، هثبت الكاميرا عليها عشان تكون كل حاجه باينه لحضراتكم. نثبت الموبايل ونبدا نجيب. طبعا انا ما عنديش باجور او باجور فاضي يعني. هنبدا نجيب اي مثلا ورق زي كده، ورقه ورقه ورقه، ونبدا نعمل الورق كده
هنتصرف يعني، مفيش مثلا كوشه ولا اي حاجه نولع بيها او نسيح بيها دي، هنتصرف اهو. نعمل كده ايه، مخدات بالورق كده اهو. اخيرا طبعا عامل اكتر من ورقه عشان العمليه تتم بنجاح، ويكون الماسوره ساحت بنسبه 100% يعني، ما يكونش فيها اي حاجه عكس. واجيب بقى الولاعه بتاعتي الجميله واولع في الورقه زي كده. طبعا انا نسيت حاجه، نسيت ادهن الماسوره دي كلها. لحظه، عرفتوا بقى ليه بنجيب لحام على البلد؟ اللحام البارد ده اللحام البارد ده انا دلوقتي كده ايه، هدهن الماسوره. نركز بقى، النبل هيكون وشه كده تمام، او نوقفه عشان ما نغلطش كده. عادة النبل لو النبل بيكون لتحت، بعد كده الماسوره وشها الكوع بيكون لتحت كده. فهبدأ اعمل الكله بتاعتي، ندهن كده، لغوص 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 لغوص. دي بقى ميزه اللحام البارد، ان انا اهو جهزت اللحام بتاعي. هبدأ بقى اولع في الورقه واسيح، وانا كده كده اللحام بتاعي ايه، جاهز في الماسوره على طول اهو. بنسيح الماسوره كده. شايفين حضرات الماسوره بدأت ايه، تتطرى معانا. اتأكد ان هي اتطرت بنسبة 100%، بحيث ان انا لما اجي اضغط بالماسوره ما يكونش في اي عواكس ليا اهو. ادي الماسوره بمشي عليها كده، بشممها بس الولعه، ماسوره ما تسيحش منك، انا بشممها الولعه تمام. نجيب بقى الماسوره بتاعتنا زي ما قلنا، وش الكوع يكون لتحت، ونبدا ندخل الماسوره. شايفين لما انا كده الولعه خدت اكتر من حقها، كده اتقطعت ازاي كده، معناها ان الولعه خدت اكتر من حقها. عشان كده انا مطور الماسوره دي، بحيث لو حصل قطع، حصل اي حاجه، اكون انا في السليم. عدد الماسوره بتاعتنا وش الكوع يكون لتحت. نبدا بقى نمشي كلها. فايدة بقى التeflon هنا، هنمشي بقى على دي تeflon. اول حاجه هندهن، نبدا نمشي التeflon بتاعنا عليها. نبدأ بقى نديها تفلون كده ايه من الطرف، بحيث ان ميكونش عندنا اي تسريب ميه. ايوه تفلون اهو جت معانا. نبدأ بقى ايه، نقفل تفلون نقفل تفلون، ما تدخلش في اللحمات بتاعت الميه دي عشان ما تزعلكش في الاخر. لحم الميه مش عايز بوكس، مش عايز توفير، لان الغلطه اثناء الدوره بفوره. انا بتعالج اضطر بقى تجيب سباك وحوار. لا يا باشا، مش محتاجه سباك، الموضوع سهل وبسيط. ندي كمان طبق من فوق كده. ندي طبق تفلون تاني. سرع الفيديو زي ما انتم شايفين على حمنا الماسوره اهي، ما تبخلش عليها. الماسوره داخله زي 5 سم كده جوه الماسوره، قطبنا عليها كويس. هنعمل بقى كل المواسير نفس الموضوع، اللي فوق ماسوره كوع وشها تحت، اللي تحت التي، اللي تحت خالص ماسوره كوع وشها لفوق. خليكم معايا. ودي الماسوره الثانيه اهي اللي هي حرف التي، هنعمل غير ما يحصل اي قطع اي حاجه، اشتغل براحتنا من غير صربعه، لان الموضوع مش عايز صربعه. نتاكد بقى ان حرف التي جاي مظبوط.
عشان ما يحصلش عوجاج في الماسوره اهو زي ما انتم شايفين. وبنكون برضه ادينا طبق التeflon من عند الفصل من هنا كده، حشو بقى، حشو مع نلف 10 5 6 لفات كده ونروح مدين كل، نلف 5 6 لفات ونروح مدين كل على طول كده اول عشان تكون مصلبه معانا وما يكونش عندنا فيها اي تسريب. ركبنا اول كوع وشه لتحت حرف التي، والكوع الاخير وشه لفوق. يلا ناخد الخطوه الثانيه. دلوقتي احنا عايزين نركب المحبس ده في النص هنا ما بين الدور ده وما بين الدور اللي تحت، يعني ما بين الدور اللي فوق والدور اللي تحت، بحيث ان انا لما اجي استقبل في الدور اللي فوق الميه ما تنزلش في كل الخطوط، فببتدي اركب محبس هنا كده بحيث ان انا اقفل الميه على الدورين اللي تحت والميه تكون في الخط ده بس. وبركب محبس تاني هنا لما عاوز مثلا اما اجي انزل للدور اللي تحت بفتح المحبس ده ينزل لي ميه للدور اللي تحت، للدور اللي تحت اللي هو ده. والمحبس اللي تحت هنا بيقفل الميه عن الدور اللي تحت خالص. لما باجي اجيب فيه انزل فيه الفراخ بفتح المحبس الثاني اللي تحت، يبقى انا كده الميه واصله لي لكل الادوار. ده عشان هلك الادويه وهلك الميه. واحده واحده برضو نشرح بالراحه. خلصنا اهو، هنبدا بقى ايه، ناخد المرحله اللي هي الاخيره، الماسوره دي كده. لحظه دي اهو، هنبدا بقى ناخد ماسوره من هنا نوصل للدور اللي تحت، وفي نص الماسوره هناخد محبس، مش شرط في النص، ممكن فوق هنا كده بحيث ان احنا ايه نوفر في الميه، لكن في النص يعني عادي يعني. هنبدا بقى ناخد المقاس، بص من اول هنا كده نحط الماسوره هنا كده، كذلك الامر عند ايه، عند حرف التي، نحط صباعنا هنا كده. يبقى احنا كده خدنا العلم بتاعنا. ناخد العلم من اول هنا اهو، من تحت الماسوره كده، ومن فوق الماسوره هنا عند حرف التي عشان المقاس يجي مظبوط. جايبه من هنا لهنا. هنبدا بقى نقطعها من النص ونركب المحبس بتاعنا زي ما انتم شايفين. خدنا الماسوره اللي هي بمحبس اهي، الماسوره دي اللي هي تركب هنا كده من الدور ده للدور ده بالمحبس اهي. هنسلم من هنا لهنا، هنقفلها ونوريها لكم. وزي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي بتاع مواسير النبل اهو. طبعا هنا محبس بتاع الدور ده، الميه بتيجي من الجردل هناك خالص، بتيجي لحد هنا كده وتنزل فين، تنزل في الدور ده. بروح انا قافل المحبس زي كده بحيث ان هي ما تنزلش المواسير اللي تحت، يبقى الميه بتيجي ايه اخرها هنا كده. طبعا لما اجي انقل الفراخ في الدور ده بروح فاتح المحبس ده وبقفل المحبس ده بحيث ان الميه تيجي هنا كده اخرها هنا تخش لي هنا كده. ده مش واصل له ايه ميه. في العمر الاخير بروح فاتح المحبس التاني ده اهو. ده الشكل النهائي لمواسير النبل، لخطوط النبل. طبعا في البدايه للاخر خالص هناك هنا كده هنغير الكعان دي وهنعمل محبس، وهنا هنعمل محبس، وهنا برضو هنعمل محبس. 3 محابس هيكونوا هنا كده، بحيث ان لما اجي مثلا افضي ميه او اغير ميه او اغسل خطوط النبل افتح المحبس والميه تنزل تعدي لي ايه من هنا. وهنا هيكون سير السبله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحلقه الجايه ان شاء الله هوريكم ازاي تعملوا طريقه تقفيل الخليه، وازاي تعمل لها عوامه بحيث ان الخليه ما تنشفش معاك وانت مش واخد بالك، لان الخليه لو نشفت نص في الحر ده البرميل زي كده بينشف في نص ساعه او ممكن في اقل كمان في الحراره العاليه مع الشفاط اللي شغال دايركت. فاحنا ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هعرفك ازاي تركب الخليه وتثبتها، وازاي تركب عوامه للبرميل بحيث ان الميه ما تقطعش بره المكان او ما تقطعش من البرميل عفوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.